ازيكم؟ انا محتاج اعرف رايكم عشان اقدر اخد القرار الصح في المشكله اللي انا هقول لكم عليها. انا خاطب بقالي سنه بالظبط. اهل خطيبتي ناس حشريين لدرجه ما تتخيلوهاش، وخصوصا ابوها دايما بيتدخل في كل تفاصيل شقتي واللي انا هعمله فيها. كنا متفقين ان انا هجيب الفرش بتاعي هعمله عموله او هختاره من البلد اللي احنا ساكنين فيها. لقيت حماية اتزرجن وقال لي لا مش هينفع الكلام ده، احنا نروح نجيبها من دمياط. قلت له لا هي دي امكانياتي وانا هجيبها من هنا. قال لي يعني ايه انت معاك في حدود كام يعني عشان خاطر تجيب بيها العفش؟ قلت له تقريبا يعني 120,000. قالوا لي دول مش هيعملوا حاجة. بيقول لي دول اصلا ولا حاجة، انت لازم تجيب حاجة تعيش معاك العمر، حاجة كده تشرفك. وفضل يكلمني في الكلام ده. المهم وقت ما قررت اروح اشتري الحاجة جاهزة من البلد اللي احنا فيها، لقيته جاي معانا واختار حاجات ب170,000 جنيه. اتصدمت، اتكسفت كسفة. كان معايا اخويا، الصراحة ما قدرتش اقول اي حاجة ولا عارف اقول له حاجة، وهو مصمم على الحاجة ومش عايز يغير حاجة. وفضلت اقول مع نفسي ان والدي كان عنده حق، قال ان فعلا حماك هيكسفنا عشان كده مرضيش يجي. انا مش عارف اتصرف معاه ازاي، وخلاني جبت الحاجة غصب عني واتحركت لان اخويا كان واخد معاه فلوس زيادة واضطر اني يدفع له. والدي لما عرف الموضوع ده قال لي انا هقول لك كلمتين باختصار عشان تريح دماغك. انت لازم تفركش عشان الناس دي هتدخل في ادق تفاصيل حياتك بعد الجواز، ودي ناس طماعة وبكرة وبعده هيفلسوك. انا من رأيي فركش واعمل اللي انت عايزه. انا الصراحة مش عارف اتصرف ازاي. وبرضه لما جيت اتقدمت لخطيبتي اصروا ان انا لازم اجيب شبكة فيما يعادل 120 جرام، وبرضه جبتها لهم. انا مش عارف اتصرف ازاي. فانا محتاج رأيك ورأي الناس اللي عندك ان انا اخد قرار في الموضوع ده بشكل صحيح. فاتمنى من حضرتك والناس اللي عندك تقولي اعمل ايه. خليني في البداية تتفرج عليا من الفيسبوك، ما تنساش تشير الفيديو وتقول رأيك في الكومنتات. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. انا هقول لك كلمتين باختصار، يعني اسمع كلام ابوك. اسمع كلام ابوك وبلاش اي كلام تاني. لازم تسمع كلام ابوك عشان دي ناس فعلا مش هتسيبك في حالك. مش زي ما بيقولوا بالبلدي كده، هم مش بيشتروا الراجل، لا هم عايزين فلوس اللي مع الراجل. فاسمع كلام ابوك، ابوك بيتكلم صح، دي فعلا ناس طماعة.